طيب متهيألي يعني واضح قوي ان الفيديوهات الفترة دي مختلفة، عشان ده واحد من اكتر الفيديوهات اللي كنت اتمنى ان انا اعملها، يعني كانت من امنياتي ان انا اجرب حاجة من عربيات شركة تسلا. انا مش ريفيور للعربيات ولا حاجة، بس الفكرة كلها ان العربية اللي معانا دي مختلفة قوي، عربية تستحق ان انا اجربها، لان فيها تكنولوجيات جديدة متطورة جدا ذكية جدا، والكلام ده هنتكلم عليه اكيد. بس تسلا بقى، يعني تسلا هي من احدى شركات ايلون ماسك العبقري طبعا، اللي بيعمل حاجات غريبة ومجنونة جدا. الراجل ده قفل اللعبة في عالم الصواريخ والفضاء، وعنده شركة كاملة للحوار ده. بس لما تيجي العربيات بقى، فانت عندك عالم كبير جدا، سواء السبورتس كار اللي اشكالها خطيرة جدا والوانها وبتوصل لسرعات خيالية. فما بالك بقى لما يعملك عربية تضاهي العربيات دي في السرعة بتاعتها، بس مع لمسة مستقبلية بقى، مع عربية ذكية جدا. الموضوع ده هتحسه في كل شيء في العربية دي، من أول لحظة ليك معاها وانت داخل تفتحها لسه. فالعربية دي يعني انت ما بيجيش معاها مفتاح، العربية دي بيجي معاها كارت، مجرد انت تسوايب على الباب كده العربية بتفتح. حتى الباور بتاع العربية من جوه انت برضو بتسوايب الكارت، ما بتفتحش مفاتيح ولا حاجة. وده عشان يكمل لك التجربة البسيطة، لان لما تدخل العربية دي بقى هتكتشف ان العربية دي مينيمال لأقصى درجة ممكنة. لا يعني اقصى درجه فعلا، العربيه ما فيهاش حاجه اصلا، العربيه فاضيه تماما، ما فيهاش غير الشاشه في النص فقط. ما فيش اي تشتيت من اي نوع، ولا اي ازرار، ولا اي تكييف، ولا مش ستاندات ايه بقى، ولا بلاستيك ايه. عربيه سيمبل جدا، بسيطه جدا. انا ما اعرفش الناس بتحب ايه بصراحه، ما اعرفش، ممكن يكون ناس بتفضل الحاجات الفيزيكال والحاجات، يعني انت بتفتح كده التكييف والله بيجيب لك الشكل بتاع المكان كله، ويقول لك حرك التكييف زي ما انت عاوز براحتك. انا عادي، انا ممكن اعمل لك اي حاجه. انا مش انت تحس ان انت بتلعب جيم مثلا حاجه معينه، تنزله وتوجهه عليك كده. هو ده المستقبل من وجهه نظري. انا مش عاوز زرار اتحكم منه من التكييف، لا انا عاوزها تبقى كده عادي. اوكي، انا حاسس ان احنا ممكن نغير المكان ده ثواني. ده اللي كده. بص يا سيدي، الحاجات الجايه دي بقى في تسلا هي شيء مميز جدا جدا، وهو اللي عمل من تسلا اصلا عربيه عملت ضجه والناس عرفتها. الحاجات السمارت بقى، الاي اي والذكاء الاصطناعي والحاجات اللي هتودينا في داهيه دي. العربيه دي بكل بساطه بتقدر تمشي لوحدها عادي جدا، فيها قياده ذاتيه او اوتو بايلوت بتسميه يعني تسلا. انت فاهم، انت متخيل يعني ايه انت تبقى سايب الشيء ده كده وقاعد بتريلاكس بتشرب حاجه بقى وهو ماشي براحته. اوتو بايلوت بقت انت ريدي، بتمشي عادي، بعدين بتضغط هنا فبيثبت السرعه، بعدين تقوم بس كده هو على الاوتو بايلوت. كده انا شلت رجلي، شلت ايدي عادي خالص، هو ماشي لوحده عادي. ممكن بقى اشرب شاي، اعمل حاجه، انا حر بقى. الحلو في الموضوع ان انت ممكن تثبت له سرعه يمشي عليها، عشان انت لو مش واثق فيه قوي. انا حاليا مثبت له مثلا 40، ده اخره، ما عرفش يعدي السرعه دي. بيحاول، بص شكله غريب جدا اصلا، مش ممكن. برضه تقدر تخليه تراك عربيه معينه من العربيات دي لو انت مش واثق فيه قوي، والله انا عاوزك تتراك ده امشي وراه ما تجودش، او تخليه يمشي على اللاينز البيضاء اللي في الطريق
بس طبعا ده مش في مصر خالص، يعني في الحتت اللي فيها خطوط بيضاء حقيقية. جامد. شوف هياخد اليوتيرن ولا نعمل ايه. بص 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 بص. اوف. اوكي، يبتدي بقى يفقد السيطرة، يقول لك ايه والله خليك معايا بقى عشان انا مش هينفع اكمل لوحدي. بس نضغط 1 2. بص السرعة دي شوية كده اوتو. هيتفاداها بقى ولا هيقف ولا ايه؟ ده وقف، شكرا. حلو قوي، بينزل الكوبري مع نفسه عادي. جامد. انا طبعا يعني على الهادي قوي هنا، لان انا يعني مش مستعد ان انا اغامر. بس في فيديوز على يوتيوب معموله والله الناس بتنام وتسيبه يسوق، بتنام طول الرحله كده ويسيبه يسوق. دول ربنا معاهم بقى، انا ماليش دعوه بالكلام ده. وده طبعا بفضل، يعني لسه ما اتكلمتش على الحوار ده، بس العربيه دي فيها 8 كاميرات متوزعين بقى حوالين العربيه كده، بحيث ان هم يدرسوا حواليها بالظبط ويدرسوا الهيكل بتاعها، وابتدي ان هو يعرف جنبي هنا حاجه، جنبي هنا حاجه، يقرا الطريق من قدامي، يقرا الطريق من ورا، لو عاوزه يتراك عربيه زي ما قلنا كده. فبصراحة أنا منبهر جدا جدا بحاجة زي كده، ويعني مستني أشوف بقى إيه اللي جاي. يعني مستني أشوف مثلا كمان 2-3 الموضوع ده هيوصل لإيه. طيب خلينا نتكلم بقى شوية عن أداء العربية دي. وأعتقد معظمكم عارف إن العربية دي كهرباء مش بنزين ولا حاجة، العربية شغالة بالكهرباء. ودي الميزة اللي فيها أصلا. ليها مدخل بتشحنه منها عادي جدا، لو أنت في مكان مخصص ليها بتشحنه في نص ساعة تقريبا فول، شحن سريع جدا ببلاش. الكلام ده فور فري، بتشحنها في المول هنا والله شحناها فور فري عادي، ما نستهلكش فلوس. انا استغربت اول الموضوع ده، انا كنت بفكر الحاجات دي بفلوس. ولو انت في بيتك في اوبشن برضه تشحنه في بيتك عادي جدا، وتسيبه بقى طول الليل بقى 11 15 16 ساعه يشحن. مش هتدخل قوي في موضوع التفاصيل ايه ان هو احسن بقى والجو كهرباء ولا بنزين. انا مش يعني ما ليا دعوه. ان انا اول ما يعني سمعت موضوع الكهرباء ده توقعت بصراحه ان العربيه دي ادائها هيكون عادي قوي. يعني كهرباء في الاول وفي الاخر، بنزين بقى ومواتير اكيد يعني اسرع منها اكيد. بس اكتشفت ان انا غلطت غلط كبير قوي، لان العربيه دي رسميا بتقدر تتحرك من 0 ل 100 في 4 ثواني. في 4 ثواني. يلا 1 2 ready. Put brakes now. Put brakes. Now we can go like U-turn and just 1 more. 2 3. لا الموضوع صعب قوي بصراحه. بتحس ان انت في ملاهي، انت اصلا مش راكب عربيه. البوشنج بتاعها سريع قوي زياده عن اللزوم، وكل حاجه بتتشفط كده. عارف انت لما تكون راكب ملاهي فعلا كل حاجه بتتشفط وراك، كل حاجه بتقع كده. الفكره في الموضوع، الفكره والله بجد ان هي سموز قوي. يعني مع كل السرعه دي العربيه ملهاش صوت، ماشيه براحتها خالص. زي ما قلت لك تحس ان انت بتلعب، اللي هو انا راكب حاجه لعب. عارف انت اللي هي الالعاب اللي بتبقى فيها دي وشاشه قدامك، مش اللي هو حقيقي وممكن اخبط واموت عادي، لا ما بتحسش ده خالص. غير كده بقى ففي اوبشنين تانيين من الذكاء الاصطناعي، والعربيه دي تتحرك لوحدها وكده، بس للاسف مش متاحين عندنا في الشرق الاوسط، ولا الاب بتاعها حتى متاح عندنا في الشرق الاوسط. يعني صباح الخير. الاوبشنين دول هما ان انت اول حاجه تخليها اوتو بارك، ان هي تقدر تركن لوحدها عادي خالص. والاوبشن التاني بقى، وده اللي انا كنت متحمس اجربه قوي بس للاسف مش متاح عندنا، وهو ان انت تخليها تجيلك.
انا واقف مثلا بره الباركنج بتاع البيت بتاعي، والله عاوزها تجيلي في المكان، تخرج من الباركنج لوحدها، تقدر تخليها تعمل ده عن طريق الابلكيشن عادي جدا، وفي اي مكان بقى وفي اي حوادات ما عندكش اي مشكله، طبعا على بعد معين يعني. بس كان نفسي قوي اجرب الحوار ده. العربيه ماشيه لوحدها، انت بتتحكم فيها بموبايلك. فبكده وبكل اختصار العربيه دي بتقدر تعمل كل شيء لوحدها عادي، يعني انت مش محتاج تتدخل، بتسوق لوحدها، بتركن لوحدها، بتجيلك لوحدها. خلاص انت حاليا مالكش لازمه، انت ليك ان انت تقعد تقضي رحلتك تستمتع بيها وبس. دي كانت كل حاجه بالنسبه للمكوك الفضاء اللي احنا قاعدين فيه. دي مش عربيه والله، انا ما اعتبرهاش عربيه عاديه بصراحه. اتوقع ان دي زي ما قلت لكم بدايه العربيات المستقبليه بقى، وبدايه ان احنا نبعد شويه عن جو الحاجات الفيزيكال والحاجات اللي ما بتستخدمش الذكاء. بس اتكل بقى انا على الله علشان انا محتاج اكل جدا. اشوفكم بقى في الفيديوهات الجايه. انا مش محتاج بقى اقول لك اعمل لايك وسبسكرايب والحاجات دي خالص، يعني عيب قوي يعني.